بحكي انجلش اكيد. كابتن يعطيك العافيه واهلا وسهلا فيك بلبنان. اليوم الرئيس كان عم يتحدث عن مفاوضات صعبه قادة معك. تحكي لنا شوي عن طبيعه هذه المفاوضات وشو اللي خلاك تقبل هذه المهمه؟ مرحبا بكم وشكرا على الضيافه هذه. الحقيقه انا فخور يعني كما قلت اللي جيت للبنان وخاصه على طريق يعني العائله الكبيره عائله النجمه. شوف هي المفاوضات ما هيش مفاوضات يعني صعيبه بالنسبه لي انا. لما حكينا مع الرئيس وحكى لي على المشروع على طول قبلت المشروع على طول، يعني حطيت نفسي في المشروع هذا. ولكن تعرف الامور الاداريه بالنسبه لي انا اللي هي خاطيتني يعني تابعه الرئيس وتابعه مدير الاعمال تنجم تاخذ شويه وقت، لانه فيه يعني بعض البنود لازم يعني ناخذوها على عين الاعتبار. ولكن بالنسبه لي انا كمدرب وكراضي جعايتي الحقيقه المفاوضات الايمان بالمشروع والايمان بالكلام اللي قاله الرئيس رامي خلاني نقبل على طول المشروع هذا، واخذت الطياره على طول وجيت بحذاكم. يعني بتعتقد انت كموسم اول لك مع نادي النجمه المنافسه كيف يعني هل حتكون منافس جدي ام هي محاوله استطلاع للكره اللبنانيه؟ لا الحقيقه شوف يعني فريق نجمه دائما يلزم يكون في المستوى عالي ويلزم يلعب على الالقاب خاصه يعني محليا. نحن ماناش باش نضيعوا كثير من الوقت يعني. فريق نجمة يلزم يعكس متطلبات الجمهور، يلزم يعكس يعني الشغف اللي شفناه عند الجمهور، وذا يعني بالنسبة لي أنا يعني ريد لاين، يعني سطر أحمر. اللاعبين وكل الطاقم إن شاء الله باش نجندوا رواحنا لخدمة الفريق باش يكون يعني من هنا لآخر العام نكونوا راضيين على الاداء نتاعنا اولا، وخاصه النتائج اللي بقدر ربي ان شاء الله تجي بعد الخدمه والانضباط والاحترافيه ان شاء الله. شكرا كابتن.